كان كبرياء ريال مدريد على المحك أمام بيريست الفرنسي، وكان لابد للفريق الملكي أن يستفيق من غيبوبة الجراح وينتزع كرامته من قبضة منافسه. بعيداً عن حسابات التأهل المباشر، ركز ريال مدريد جهوده على تحقيق الفوز لتعزيز معنوياته قبل الاستحقاقات المقبلة. ورغم العيوب التي أثقلت كاهله، تعامل الريال بذكاء مع المباراة، حيث اعتمد كارلو أنشيلوتي على خط وسط متوازن يمزج بين اللمسة الفنية والانضباط التكتيكي. تولى الثلاثي مودريتش، فالفيردي وبيلينغهام مسؤولية ضبط الإيقاع ومنع بيريست من فرض معركة بدنية قد ترهق الفريق. بهدوء تام خاض ريال مدريد الشوط الأول بحذر تكتيكي، ونجح في امتصاص الحماس النفسي للاعبي بيريست. المباراة بدت رتيبة، كأنها مجرد بروفة لاختبار قدرات الفريق دون جدوى، حتى جاء الحل الفردي من المتألق رودريغو الذي منح الريال هدف التقدم بطريقة رائعة. في الشوط الثاني رفع الريال نسق الأداء قليلاً ليحصد المكافأة سريعاً عبر جود بيلينغهام الذي استغل تمريرة مثالية من لوكاس فاسكيز ليضيف الهدف الثاني. لم يتوقف التألق عند هذا الحد، إذ عاد رودريغو ليوقع على الثنائية الشخصية، مستفيداً من كرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة قوية من كيليان. بهذه الثلاثية النظيفة أنجز ريال مدريد ما كان مطلوباً منه للحفاظ على آمال التأهل المباشر، لكن رياح النتائج الأخرى لم تكن في صالحه، ليجد نفسه في نهاية المطاف مضطراً لخوض الملحق، كما لو أن القدر قد كتب ذلك مسبقاً.